صباح الخير، صباح ورد النوير ونداد المحبة. كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. يلا نشارك في نادي الفطور الصحي اليوم. معايا حليب الصويا، نكهة الشوكولات. طبعا انتوا تقدروا تغيروا حليب لوز او اي حليب يعني يناسبكم. اقول بسم الله. اول شي حابدأ اني اجيب الصحن، ابى احط بذور الشيا، احط شوية من الحليب فوق الصويا وبخليهم يتقعون، بعدين برجع اكمل معهم. فواكه، حطي أي فاكهة عندك، مانجا، حطي موز، الأغلب بيحطوا موز، أنا بشيل فراولة لأن فيها من فوق. هذه عندي كعب الغزال وعنب، أضيفهم معها وخلاص بأتركهم كذا ساعة. لو إنه من الليل مضبطتهم يكون أحسن، لين يعني نفس الحبات يصير عليها زي الجل. هي بدون أشياء هذا اختياري مو ضروري، بس كذا أنا أحب الشوكولات صراحة. طبعا قاعدة أسوي قهوتي قبل الرياضة. معاها هذه وجبة خفيفة اللي هي رز وتمر، سمسم، عندها صوص السمسم، وأي بذور عندك أو مكسرات. هذه بس عشان قبل التمارين لازم قهوة. وهذه خلاص بعد التمرين يكون هذه خلاص يعني إذا أخذت وقتها نضيف بس لها البذور وبالعافية. طبعا معروف حليب فول الصويا إنه ينفع للنساء عشان الهرمونات برضو، وعشان يكبر المناطق الأنثوية. بس حابة أوريكم إنه كيف صارت ثقيلة، يعني ما كملنا ربع ساعة صارت ثقيلة. فأنا خلاص بخليه، بأخذ هذه قهوتي والوجبة هذه بسوي تماريني، بعدين برجع أخذ فطوري هذا. شوفوا كيف صارت ثقيلة مرة. حابة إني أزود لها حليب الصويا شوية، مرة كذا ثقيلة فبزود شوية. بسم الله، بس كذا يكفي. اما احكي لكم بعد ما صارت ثقيله دي حكي دحين نحط مكسرات اللي عندك حطي. انا بحط بذور كتان عشان الفايده، بذور دوار الشمس، بذور القرع، شويه مكسرات كذا لذيذه. واضيف الفراوله اخر شيء عشان يكون شكلها حلو. بسم الله، وناكل ألذ فطور صحي ومغطيه كله فيتامينات ومعادن. جربوه ما راح تندمون.